في ملخصنا النهاردة هنشوف صحفية بتسعى إنها توصل لشخصية مشهورة وغامضة، والمفاجأة إن الشخصية دي بتبقى أقرب شخص ليها، ولما بتروح علشان تزور جدتها بتقابل جارهم، ولما بيقضوا وقت مع بعض بتعرف عنه حقيقة بتصدمها صدمة كبيرة جدا. علشان تعرفوا إيه الحكاية تابعوا معانا الملخص للنهاية، وما ننساش قبل ما نبدأ نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. بتبدأ الأحداث مع الصحفية سهرة اللي بتشتغل في مجلة خاصة بأخبار النجوم المهمين والمؤثرين في المجتمع، بتكون سهرة في طريقها لبيت جدتها أيسل اللي كانت بتسوق بأقصى سرعة لأنها بتكون خايفة عليها لأنها مش بترد على مكالماتها، وبتكون سهرة بتحاول توصلها في الطريق لكنها برضو مش بتعرف. أخيرا بتوصل البيت لكنها لما بتدور مش بتلاقي المفتاح بتاع البيت لأنها بتكون نسيته من الاستعجال. بتحاول تدخل البيت بأي طريقة ممكنة لكنها مش بتعرف، وقلقها بيزيد أكتر لحد ما بتلاقي قدامها حفيد جارة أيسل واللي بتكون ناسية اسمه. لما بتسأله هو بيعمل إيه هنا بيقولها إن هو بيدور على جدته هو كمان لكنه مش عارف يوصل لها، ولأن جدته وأيسل أصدقاء جدا قال إنها ممكن تكون هنا. وقتها قلق الاتنين بيزيد وبيفتكروا إن جدتهم جوه لكن حصل لهم حاجة، ولما بيحتاروا بيدي الشاب ده واللي بيكون اسمه دينيز خوذة الدراجة بتاعته لسهرة علشان يطلع على سطح البيت ويدخل من الشباك، لكنه لما بيطلع برضه بيلاقي الشباك مقفول. هنا بقى التوتر بيسيطر على سهرة وبتحدف الخوذة في الإزاز بتاع البيت بتكسره علشان تدخل. في الوقت ده بيلاقوا الجدتين جايين، ولما بيسألوهم كانوا فين بيقولوا لهم إن هما كانوا على البحر سوا ونسيوا ياخدوا التليفونات معاهم. بيدخلوا كلهم البيت والجدتين بيلوموا أحفادهم على قلة سؤالهم عليهم، وبيقولوا لهم إن هما مش بيجوا ليهم غير لما بس بيقلقوا إن يكون حصل لهم حاجة. بعد ما الجدتين بيخلصوا كلامهم مع أحفادهم بيبص دينيز لسهرة اللي بتكون لسه مش فاكرة اسمه، بيكون متعصب إنها جرحت الخوذة بتاعته اللي بتكون غالية جدا عليه، وبيقول لها كلام يحرجها. بعدها كل واحد فيهم بيروح يحضن جدته اللي كانوا قلقانين عليهم، لكن بتفضل سهرة باصة لدينيز وهي متضايقة من الطريقة اللي كلمها بيها. بعدها بتخرج بره البيت وبتكلم مساعدتها هيا علشان تعرف هتتصرف ازاي في تغيبها عن الشغل الفترة اللي هتكون قاعدة مع جدتها. بتوصل لها هيا الأخبار في المجلة أو بتعرفها إن منافسها في الشغل أكرم بيحاول يترقى على حسابها بأي طريقة، وعلشان كده بيتقرب من المديرة علشان يوصل لمنصب رئيس التحرير. وبتلوم هيا سهرة على تهورها لأنها قالت للمديرة إنها هتعمل لقاء صحفي مع مصور قالب الدنيا، لكن محدش بيكون عارف حقيقة هويته ولا هو مين، وأي صورة موجودة ليه هي الصور اللي أخدها بعدسة الكاميرا بتاعته. وبتنصحها هيا إنها تتصرف علشان تقدر توفي بالوعد بتاعها وإلا أكرم هيتغلب عليهم. وبعد ما بتخلص سهرة مكالمتها بتجيلها أيسل جدتها وبتطلب منها توصل أكل عملته بنفسها لبيت جدة دينيز. بتستغرب سهرة من رغبة جدتها إن هي اللي توصل الأكل لكنها مش بتناقشها وبتروح فعلا. وقتها بنعرف إن الجدتين بيحاولوا إن هم يقربوا أحفادهم من بعض، علشان كده بتطلب جدة دينيز منه إن هو يخرج لسهرة علشان يشوف هي عايزة إيه. هنا برضو دينيز بيستغرب من طلب جدته لكنه بيطلع لسهرة فعلا، وهما الاتنين واضح إن هما مش بيرتاحوا مع بعض في الكلام، بالذات لما سهرة بتنده دينيز باسمه. وقتها بيسألها إذا كانت أخيرا افتكرته أو بيشدوا هما الاتنين في الكلام مع بعض، وبتتصدم الجدتين إن خططهم مش بتنجح. وبالليل بتتصل هيا بسهرة وبتفرحها بخبر إنها قدرت توصل لوكيل أعمال المصور، أو مش بس كده دي كمان عرفت اسمه اللي هو اسمه دينيز. بتفرح سهرة جدا، ولما جدتها بتشوفها فرحانة بتسألها عن سبب فرحتها فبتحكي لها سهرة كل حاجة. لما بتفهم أيسل بتسأل سهرة ازاي هتقدر تقنع شخص زي ده بالمقابلة، لكن هنا بتقول لها سهرة إنها مستعدة تعمل أي حاجة علشان تعمل معاه المقابلة دي. تاني يوم بتصحى سهرة على صوت جدة دينيز وهي بتقول إن قطتها طلعت على الشجرة ومش عارفة تنزل. بتجيب سهرة السلم وبتطلع على الشجرة علشان تنزل القطة، لكن هنا بنعرف إن دي كمان خطة منها لأن هي وأيسل بيشيلوا السلم من مكانه. وقتها بيطلبوا المساعدة من دينيز علشان ينزل سهرة على الرغم من إنها بتكون رافضة ده، ودينيز بيوطي يجيب السلم ولسه بيحطه على الشجرة، لكن سهرة من غير ما تقصد بتوقعه على دماغه وبتجرحها، فبتنزل بسرعة وتطمن عليه، لكنه بيتعصب عليها وبيطلب منها تبعد عنه لأنه كل مرة بتقرب منه فيها هو بيتأذي أو بيسيبهم وبيمشي. فبتدخل سهرة البيت وهي متضايقة جدا من اللي حصل، لكن أيسل بتيجي ومعاها إسعافات وبتطلب من حفيدتها تروح وتطمن عليه.
فعلا سهرة بتروح لبيت دينيز اللي لما بيشوفها بيطلع على أوضته، ولسه بتكون سهرة هتتضايق، لكن بتشوف صورة المركب وهي بتغرق في البحر بتعجبها جدا. وقتها بتسأل جدة دينيز مين اللي صور الصورة دي. بتصدمها الجدة بالإجابة بتقول لها إن حفيدها هو اللي لقط الصورة دي وغيرها كتير من الصور اللي حطها في المعرض بتاعه. وبتعرفها إن هو كان بيحب التصوير من هو صغير جدا وكان واخده هواية، وعلشان كده لما كبر احترف التصوير. بتكون سهرة مش مصدقة اللي بتسمعه لحد ما بتتأكد من الجدة إن هو يبقى دينيس سونالي اللي بتدور عليه. بتروح البيت وهي لسه في حالة ذهول من اللي سمعته، وبتفضل تلف حوالين نفسها لحد ما بتصدق أخيرا اللي سمعته، وبتتصل بهاية وبتحكي لها على اللي حصل. وهي كمان مش بتصدق إن صديق طفولتها يبقى هو المصور اللي قلبين الدنيا عليه. هنا بتقرر سهرة إنها تبدأ خطتها في التقرب ليه، وبتطلب من هاية تجيلها في أسرع وقت. تاني يوم بيكون دينيز مع أولاش ده مدير أعماله، لكنه بيكون قبل أي حاجة أقرب صديق ليه. بيتكلم دينيز عن سهرة بيقول لأولاش إن هو متضايق منها جدا لأن مفيش مرة بتكون موجودة وهو ما يتأذيش. فبيبصله أولاش وهو بيضحك وبيقوله إن مفيش أي حاجة من اللي قالها كان واضح إنها تقصد تأذيه فيها. هنا بيبص دينيز بعيد وبيكون واضح إن في بينهم موضوع قديم هو ده اللي مخلي دينيز مش مستحمل أي حاجة من سهرة. بالليل بتكون هي وصلت لسهرة بتسألها هيعملوا إيه علشان يسجلوا مع دينيز. هنا بتقول لها سهرة إن بما إن المصور ده يبقى هو الشخص اللي هي تعرفه من سنين، هيبقى صعب قوي إن ده يحصل لأنه شخص عصبي مش بيسامح أي حد ضايقه. وهي كمان بتلمح لموضوع قديم بينهم بيكون هو ده سبب معاملة دينيز بأسوأ ليها، لكنها مش بتستسلم. وتاني يوم بتحضر الفطار وبتعزم جدة دينيز ودينيز عليه، لكنها لما بتروح لها البيت بتقول لها الجدة إنها صحيت من النوم ما لقيتش دينيز موجود. وقتها بتتضايق سهرة جدا إن خطتها فشلت، لكن وأثناء ما هم قاعدين بتبص سهرة بتلاقي دينيز جاية ومعاه أولاش، فبياخد دينيز صاحبه وبيدخل لبيت جدته علشان يعرفوا عليها وبيقعدوا ياكلوا مع بعض. وبعدها بيخرج أولاش علشان يتعرف على سهرة وهاية، وساعتها بيخرج دينيز هو كمان وبيقف معاهم. وهنا بتحاول سهرة إنها تقرب منه بأول طريقة، بتدخل البيت وبتطلع بصندوق وبتقوله إن دي خوذة بدل اللي هي جرحتها. وعلى الرغم من إنها مش فاهمة إيه سبب حبه للخوذة القديمة دي، إلا إنها شافت إن دي أحسن طريقة للاعتذار. لكن بيتفاجئوا لما بيخرج دينيز الخوذة من الصندوق بيلاقيها خوذة حريمي. هنا بتبص سهرة لهاية وكانت عايزة تقتلها لأن هي اللي جابت الخوذة، بس هاية علشان تبرأ نفسها بتقول إنها طلبتها وأكيد افتكروا إنها ليها هي. وقتها بيضحك دينيز بيستهزأ بالموقف كله. بتفضل سهرة وهي محتارين يعملوا إيه الخطوة اللي جاية لحد ما بيفكروا إن أولاش هيكون هو الطريقة الأنسب علشان يقربوا لدينيز. فعلا بيوصلوا للكافيه بتاعه بيقعدوا مع بعض، وهنا بنلاحظ إن هيا وأولاش معجبين ببعض. بيجي الكلام على حملة إعلانية بتقول سهرة إنها مش لاقية مكان مناسب تصور فيه، وهنا بتقترح عليها هيا إنها تصور هنا. وأولاش هو كمان بيقول لها إن هو هيخلي دينيز يساعدها تلاقي أماكن ملائمة جدا للتصوير. ومع إصرار أولاش بتوافق دينيز، لكنه لما بيطلب منها تركب وراه الموتوسيكل بيبان عليها الخوف الشديد، لكنها بتضطر تركب. وفعلا بيوديها دينيز لمكان وبيبدأ يصورها من غير ما تاخد بالها، لكنها بتشوفه وبتبدأ هي كمان تصوره. بالليل وهما بياكلوا بتسأل سهرة دينيز لحد امتى هيفضل يعملها بالطريقة دي، لكن دينيز مش بيرد عليها. وهنا بتطلب منه سهرة يروحوا للبحر لأنه مكان هادي وهناك هيعرفوا يتكلموا. فعلا بيروحوا هما الاتنين يقفوا على البحر، وهناك بتسأل سهرة دينيز إذا كان لسه بيحب يبص للسما ويتمنى كل اللي هو عايزه. بيضحك دينيز وبيقول لها أيوة، وهو كمان بيسألها إذا كانت لسه بتحب تجمع صخور من كل مكان جديد بيروحوا. وهنا بتتفاجئ سهرة لما بتعرف إن دينيز فاكر أكتر حاجة هي بتحبها، لكنه بيقول لها إن هو فاكر كل حاجة عنها. وقتها بتقرب سهرة منه وكنوع من الهزار بترميه في البحر، وهي كمان بتنط وراه. لكن للأسف بدل ما يقربوا من بعض بيطلع دينيز وهو متعصب لأن مفتاح الموتوسيكل وقع في المية. بيمشوا بالموتوسيكل لحد البيت، ولما بتحاول تعتذر له بيطلب منها تبعد عنه وتحاول تنسى إن هو موجود. لما الجدتين بيحسوا إن أحفادهم بدأوا يبعدوا عن بعض مرة تانية بيفكروا في خطة تانية علشان يقربوهم من بعض. تاني يوم
جدة دينيس بتاخده معاها للسوق، وأيسل هي كمان بتطلب من سهرة تستناها في كافيتيريا قريبة للسوق، وطبعا بالاتفاق مع بعض. وأثناء ما سهرة قاعدة مع هيا بيجي قلاش وبيعرض على هيا إن هما يتمشوا مع بعض شوية، وبتفضل سهرة قاعدة لوحدها. وهنا دينيس بيشوفها وبيستغرب لما بيلاقي في شابين راحوا قعدوا معاها على الترابيزة وبيحاولوا إن هما يضايقوها، لكنهم بيتفاجئوا زينا بالظبط لما سهرة بتستدرجهم للشارع بره. وقتها بتضربهم ضرب قوي جدا، مش بيقدر دينيز يقف يتفرج، لكنه لما بيتدخل كالعادة سهرة بتضربه بالغلط. هنا بتيجي الشرطة وبتحجزهم هما الاتنين، وجوه بيفضل دينيز يلوم سهرة كالعادة على اللي هو فيه، لكنها المرة دي مش بتسكت وبتقوله إنها ما طلبتش منه إن هو يساعدها. وفي الوقت ده بيعترف الشابين اللي اتضربوا قدام قلاش وهيا إن الجدتين هما اللي دفعوا ليهم علشان يدخلوا يضايقوا سهرة ودينيز يتدخل ويساعدها. ولما قلاش وهيا بيسمعوا الكلام ده بيفضلوا يضحكوا، أو في النهاية بتطلق الشرطة سراحهم هما الاتنين. لكن قبل ما يوصل لهم الخبر بتكون سهرة نامت على كتف دينيز، وعلى الرغم من كل اللي حصل بينهم إلا إنه بيكون واضح عليه السعادة الكبيرة. تاني يوم لما بيخرجوا بتضطر سهرة للمرة التانية إنها تركب الموتوسيكل معاه، لكن المرة دي بيحس دينيز وهو سايق بخوف سهرة الشديد وبيفضل يضايقها بكلامه. وقتها بتطلب منه إن هو ينزلها، وهنا بتنفجر سهرة في دينيز وبتقوله إنها أيوة بتخاف لأن أبوها وأمها راحوا في حادثة موتوسيكل، أو بتقوله إن هو لو كان قال كده بطريقة أحسن ما كانش هيخسر أي حاجة. بيتأثر دينيز بكلامها وبيقرب منها علشان يهديها. بعدها بيروحوا يقعدوا هما الاتنين مع بعض، وبيسألها دينيز إذا كان في حد في حياتها. بتبصله سهرة وبتقوله إن مفيش أي حد، أو بتقوله إن في سؤال نفسها تسأله ليه وهو إيه سبب حبه في الخوذة بتاعته. وقتها بيفاجئها دينيز لما بيقول لها إن دي كانت آخر خوذة يشتريها لما كانت موجودة معاه زمان، وساعتها هي وعدته إنها تركب الموتوسيكل بتاعه أول ما ترجع. من الناحية التانية بيكون قلاش وهي قاعدين مع الجدتين اللي بيحكوا لهم كل حاجة عن خططهم، وبيقولوا لهم إن هما الاتنين كانوا بيحبوا بعض زمان، ولما لقوهم بعدوا عن بعض قرروا إن هما يقربوهم من تاني. أثناء ما هما بيتكلموا بيتفاجئوا بسارة ودينيس داخلين مع بعض وشكلهم مختلف عن كل مرة، لكن بيكون واضح إن هما فعلا رجعوا لبعض مرة تانية. ولما هي بتكلم سارة في موضوع المقابلة بتقولها إنها لازم تأجل ده شوية. ومن أول اليوم ده وهما الاتنين بقوا بيقضوا أوقاتهم كلها مع بعض وبيكونوا سعداء جدا إن هما أخيرا رجعوا لبعض بعد كل السنين دي. لما بيقفوا قدام البحر يتكلموا عن الماضي، وبيعاتب دينيس سهرة على احتفالها في مكانهم المفضل مع كل أصدقائها، وبيقول لها إن في الوقت ده كان عايز يحتفل هي وهو وبس. لما بتقوله إن هو ما اعترفش بحبه ليها قبل كده، لكنه بيعرفها إن الكل كان واخد باله إلا هي. ومن هنا بيقرروا هما الاتنين ينسوا الماضي ويعيشوا الحاضر السعيد مع بعض. بعدها بياخدها دينيز لبيته وبيكون على الساحل، وبتكون سهرة معجبة بصور دينيز اللي على الحيطة، وهناك بيفاجئها دينيز بكمية الصخور اللي كان مجمعها علشانها، وبيسهروا هما الاتنين مع بعض. تاني يوم بتصحى سهرة بتلاقي دينيز قاعد بيعمل مجسم لبيت، وبنعرف إن دينيس في الأصل يبقى مهندس، وأول وآخر شغله هو مجسم البيت ده اللي بيشتغل فيه كل يوم حاجة. ولما بتسأله سهرة اشمعنى عايز يخلصه دلوقتي بيبص لها وبيقول لها إن ده الوقت المناسب. وفي يوم بتكلم هيا سهرة وبتقول لها تيجي دلوقتي حالا، وهناك بتعرف سهرة إن مصور الحملة سافر ومفيش حد تاني يصور الحملة، وبتشك سهرة إن كرم هو اللي ورا ده علشان ما يخليهاش تترقى. لما بيشوفها دينيس في الحالة دي بيقرر إن هو هيكون مصور حملتها. تاني يوم فعلا بيبدأوا في التصوير، ولما بتسأل هيا سهرة عملت إيه مع دينيز بتقول لها إنها صرفت نظر عن الفكرة لأنها قررت تستقيل لأن حبها لدينيز أهم بكتير. لكن هيا بترفض اللي بتقوله تماما، وبتقول لها إنها ما فكرتش غير في نفسها لأن بالشكل ده فريقها هو كمان هيسيب الشغل. وبعد فترة بتتفاجئ سهرة بكرم جاي وبيكون عارف إنها وصلت لدينيز، فبيروح وبيفضل يزعق ويقول لها إنها أكيد ضحت بكرامتها وبكل حاجة علشان بس تقدر توصل لدينيز وتتقرب منه. هنا بتتعصب عليه سهرة، لكن هيا بتمسكها. أو في الوقت ده بيجي دينيز اللي بيرفض حتى إن هو يسلم عليه، أو بيقوله إن هو بلغ الصحافة قبل كده إن هو رافض أي مقابلات. بس هنا كرم بيقوله المفروض يقول الكلام ده لحبيبته سهرة اللي كانت بتتقرب منه للسبب ده. فهنا بيبص لها دينيز أو بيسألها عن اللي بيسمعه، لكنها بتطلب منه يتكلموا على انفراد مع بعض، لكنه بيحس من طريقة كلامها إن الكلام ده فعلا حقيقي، وعلشان كده بيسيبها وبيمشي وبيرفض إن هو يسمعها. من هنا بيدخل دينيز في حالة اكتئاب وصدمة كبيرة من اللي عرفه، لكن من الناحية التانية
بتقرر سهر تكتب مقال عن دينيز من خلال اللي عاشته معاه، وتفضل مخبية هويته زي ما هو عايز. وعلى غير المتوقع المقال بينجح نجاح كبير جدا، وبتقدر سهرة إنها توصل للمنصب اللي كانت عايزاه. لكن على الرغم من ده إلا إنها ما بتكونش حاسة بأي سعادة وهي بعيدة عن دينيز. في نفس الوقت بيحاول أولاش يهون على دينيز، أو بيعرفوا موضوع مقال سهرة، أو بيديله المجلة. لما بيشوف دينيز صورة سهرة على الغلاف بيقرر إن هو يقراه. بيعجبه جدا الكلام اللي سهرة كتبته عنه، وإن هو يبقى حبيب حياتها، وإنها محبتش غيره ولا هتحب مهما حصل. في الوقت ده هيا بتقنع سهرة يروحوا حفلة الترقية. بالليل فعلا بتروح سهرة، وأثناء ما هي قاعدة بتتفاجئ بدينيز وأولاش بيدخلوا المكان، وهيا وأولاش بيحضنوا بعض لأن كل واحد فيهم كان مفتقد التاني. أما بقى دينيز فبيروح لسهرة بيقول لها إن ده أنسب وقت يكشف فيه هويته وهو معاها، وبيعترف لها بحبه ليها قدام كل الموجودين، وبيكملوا حياتهم مع بعض. وهنا بتخلص أحداث فيلمنا. يا رب يكون عجبكم. ما ننساش نحط لايك ونعمل شير للفيديو ونشترك ونفعل جرس التنبيهات لو أول مرة تشوفونا. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose